الباعة الجائلين او مكانين كان بيبقى مرتبط فيهم الباعة الجائلين. اول مكان فيهم اللي هو في محطة مترو غمر اللي هو في شارع الشركة. الحمد لله ده هي كانت بؤرة، وكان جميع سكان حي الشرابية بيشتكوا من البؤرة. البياعين دول بياعين نازحين مش من اهالي المنطقه. انا النهارده عشان كل البياعين لهم حق عندنا، ولكن لا يمكن كل واحد هينزل يقف في المكان اللي هو عايزه. او بمعنى اخر انت كون عيش بس في المكان بتاعك، يعني لا يمكن تبقى انت جاي من الصعيد وجاي تعمل لي نسبه اشغال، ونسبه الاشغال دي بتخليك تسيب مخلفات قمامه والكلام ده كله. انت واقف بيتم الاعتداء على الكهرباء وتسرق الكهرباء، بتعمل اشغال للطريق، بتعطل حركه الناس عند دخول المترو والكلام ده كله. واجي اقول ايه ده ليك حق؟ ما انت ليك حق في مكانك، ليك حق بطريق قانوني. انت النهارده هل انت النهارده جيت قدمت ان انت عايز تاخد مكان تقف تمارس فيه النشاط وتصرف بيه على اولادك وتسترزق والكلام ده كله؟ ما قلتلاش معاك، معاك بس في المكان المسؤول. المهم حضرتك احنا وصلنا في محطة مترو غمر، اعتقد الناس لامسه الكلام ده كله من حوالي شهر ونص. انهينا خالص موضوع الباعة الجائلين في محطة عشان في نقطة امنية موجودة بصفة مستمرة. لا ده احنا الكلام ده احنا طرحناه مع الشرطة. انا برضو دي المدخل الثاني بتاعي، ان النهارده حضرتك كإدارة محلية في مجموعة مساعدين ليك. ان لم تكتمل هذه المجموعة مش هعرف اشتغل لوحدي. اهم عامل من العوامل اللي بتساعدني في انجاح مهمتي هي الشرطه. الشرطه داخله معايا في المرور، داخله معايا في الناحيه الامنيه، داخله معايا في شرطه مرافق، داخله معايا في كهرباء، داخله معايا متوغله معايا في كل الاداره المحليه. ان لم تقم الشرطه بدورها الفعال معايا مش هقدر اشتغل. وده اللي حضرتك سالت عليه وظاهر اهو، ان الشرطه اشتغلت معايا في الباعة الجائلين. نجحنا في خلال الشهرين الماضيين ان انا ما بقاش عندي حاجه اسمها باعة جائلين في محطة مترو غمرة، وبالتنسيق مع اسم الشرابية مش انشأنا نقطة، ده المأمور بنفسه كل يوم قاعد هناك. يعني مش عايز اقول لحضرتك انه عمل مكتب لنفسه هناك. فالنهارده اشتراك الشرطة معايا نجحت المنظومة في محطة مترو غمرة. عندي مكان تاني في شرق السكة الحديد اللي هو بيسمى سوق إديال أو عند محطة أو عند نفق فيكتوريا. المشكلة قديمة، إن أنا النهاردة السوق ده أو المكان ده الناس بتقف فيه من 20 سنة. دول مش زي بتوع محطة مترو غمرة جولي بعد الثورة أو من سنة أو سنتين، لا دول موجودين من 20 سنة موجودين في نفس المكان ده. المشكلة عندي ان انا برضو من 20 سنة تم انشاء سوق ليهم، ولكن المشروع النهاردة ان لم يتم ليه دراسة جدوى مش هينجح. بمعنى ايه؟ ان انا النهاردة جيت وهو واقف بعديه بمتر قلت له انا هعمل لك باكية، الباكية دي ثمنها 20 جنيه في الشهر، الباكية دي هتروح تقدم على عداد كهرباء، تدفع المقايسة بتاعته، تدفع ايجار كهرباء شهري، وهتدفع. لو اي شخص عادي قلت له اجمالي الباكيه اللي انا اديها لك دي هتكلفك في الشهر 100 جنيه وهي في مكان بعديك بمتر وانا واقف في نفس المكان ما بدفعش 100 جنيه، ده هيعمل ايه يا حضرتك؟ انا عايز انت ترد عليا، مش هيروح. هو ده دراسه الجدوى اللي قلت لحضرتك، ان المكان تم انشاؤه بدون دراسه مستقيمه. زائد ان انا النهارده عشان اعمل الكلام ده انا انشات مجموعه اسواق دي في الشارع. يعني انا النهارده حليت مشكله الباعة الجائلين بس قفلت الشارع. حليت مشكله الباعة الجائلين في المكان اللي هم مش راضيين عنه، وكناحيه امنيه غلط ان انا عملته ملاصق لطول السكه الحديد. النهارده دراسه الجدوى او الدراسه عموما للمشروع ده كانت خاطئه، وبالتالي النهارده وصلنا لايه؟ ان الباكيات موجوده، الناس هجرنا ما حدش جوه. طب ما ليه ما رجعهمش؟ هو كده البياع بره يقول لك عشان الزبون بيجي، الزبون ما بيقدرش يكسل يخش جوه. هو اوريدي البياع بيدفع فلوس، يدفع اتاوه لواحد هو الرئيس، يدفع بتاع الشاي والقهوه، بيفرضوا عليهم فلوس. فلو قلنا له هتدفع للحي مش هيقول لا. بس هو الفكره لو احنا طلعنا كل الباعة اللي بره ورجعناهم تاني بالسويقه بالباكات ربما يوافقوا على كده. كلام حضرتك كويس جدا، بس الكلام اللي زي ما قلنا يتم مع شخص مدني والبائع. انا بالنسبه له شخص مدني بس بصفه حضرتك رئيس الحي. النهارده القانون عشان تطبقه ازاي؟ ما انا ياما طلعت قوانين ما كانش فيه ردع، ما كانش فيه عقاب، ما كانش فيه شرطه، مش عارف تطبقها. طب انا هقول حاجه
احنا النهارده يعني انا مش هخرج عن الموضوع، بس اقول حاجه على حاجه. احنا النهارده بنعاني كلنا من مشكله القاء المخلفات الصلبه في نهر الشارع. المخلفات الصلبه من زمان كان ليها قانون. القانون كان بيقول ايه؟ من 1000 الغرامه الماليه من 1000 جنيه حتى 10000 جنيه، وحبس حتى 3 اشهر. هل القانون ده كان مطبق؟ ما كانش مطبق. انا جيت النهارده قلت انا عايز امنع القاء المخلفات الصلبه في نهر الطريق. عملت ايه؟ شفت القانون مش مطبق ليه؟ وطبقته؟ عملتش كده. انا عملت ايه؟ غلظت العقوبه، بقت من 20000 جنيه حتى 100000 جنيه وحتى 3 سنوات. هل انا لما غلظت العقوبه الناس بطلت ترمي؟ لا برضه بيرموا. ليه؟ ما انا ما عنديش الامكانيه ان انا اقبض على الناس. طب هل الشرطه ما تعافتش دلوقتي بدرجه كافيه انها تقدر تطبق القانون وتتواجد في الشارع؟ تعافت بنسبه 60%، ولكن حجم المهام كترت. حجم حضرتك شايف كم التفجيرات اللي بتحصل. ما هو برضه الفكره انك ما وفرتش بديل ليا ارمي فيه. ايه اللي بيخليني ارمي في الشارع؟ لا انا هقول لك حاجه. هل النهارده كان قبل الثوره الناس بيرموا في الشارع؟ لا ما كانوش بيرموا في الشارع. هل حضرتك كنت موفر بديل؟ لا كنت موفر بديل. البديل ايه هو؟ المدافن الصحيه. ولكن النهارده نظرا للانفلات الامني المدفن الصحي الثاني موجود فين حضرتك؟ موجود في القطاميه. زي ما احنا قلنا ان المدفن ليه شروط، يبعد عن المناطق السكنيه عشان بيتم فيه عمليه تدمير وتكسير والكلام ده كله. النهارده اللي بيلقي بالمخلفات دي ايه اللي بيعملوه؟ بيجي يقول لحضرتك النهارده انا رقم 1 انا عايز الحق ارجع اخد نقله كمان. انا ايه اللي يخليني اطلع من حي الشرابيه لغايه القطاميه استهلك وقود واستهلك معدات واعمل بدل ما اعمل 10 نقلات هعمل نقله او 2. طب ده كلام منطقي برضه. كده يعني هو المدفن موجود. طب ما احنا نحاول ما كانش موجود. نحاول نساعد الشخص ده، هو نساعده نحل له مشكلته. يا اما المدفن يبقى قريب منه او الحي بنفسه هو اللي يقوم ياخد منه الحاجه يوديها. طيب اننا النهارده عشان اوفر مدفن قريب منه احنا اتفقنا حضرتك ان هو ليه شروط. دي غير متوفره عندنا. يعني حضرتك شايف حي الشرابيه وجميع الاحياء اللي حواليه. انا المدفن النهارده لازق في مكان يعني الدايره بتاعته 5 كيلو من المدفن ده بيطلع عوادم، والشروط البيئيه بتقول انه لازم يولع المنطقه السكنيه 5 كيلو. فده غير متوفر عندي. انا المدفن بتاعي موجود في القطاميه ويبعد او جميع الشروط البيئيه متخذه فيه. ده بالنسبه لي المدفن. طيب السؤال الثاني معلش حضرتك قلت لي. لا يعني خليني برضه في نقطه الشرطه. يعني يمكن انا هبعد بس عشان برضه الوقت. يعني دلوقتي كان اسم الشرطه كان موجود وحصل اللي حصل 25 يناير. هل لسه ما فيش مكان لقسم شرطه في الشرابيه يكون مكان ثابت ومحدد والناس عارفاه؟ لا، اسم الشرابيه القديم بيتم تطويره وشغالين فيه بنبني فيه دلوقتي بنشطبه. لكن اسم التبادلي او مكان الاسم بتاعنا موجود على مطلع كوبري 6 اكتوبر عند نفق مهمشه. اسم موجود وقائم جنب الحمايه المدنيه وفي غرف حجز وكل حاجه الى ان يتم الانتهاء من بناء وتشطيب الاسم في مكانه القديم اللي هو في شارع الشركات. لما ارتفعت اسعار البنزين